يعني انا بنصح اي حد ان هو لو عايز يعمل براند في اي مجال يشتغل فيه شويه وما يدورش على المكسب من اول يوم، لان في ناس النهارده مثلا عايز يعمل براند مثلا ويحط فيه مثلا 1000 جنيه، هو عايز من اول شهر يبقوا 2000، لو بقوا 1000 ونص ممكن يقفله. لا، انت البراند يعني مستقبل، ما تدورش على بروفيت في اول فتره، ممكن اول 3 شهور، اول 6 شهور، اول 7، ما تفكرش في البروفيت خالص، فكر في الانتشار، فكر ان انت تكسب ثقه الناس، فكر ان انت الناس اللي يشتري منك مره يرجع يشتري تاني، فكر ان هو يرشحك لحد من صحابه، قدام هيجي المكسب. انا بنصح اي حد بيبتدي في موضوع الادز، حاول لما تبتدي براند على حسب راس مالك قرر انت هتعمل ايه. يعني مثلا في شباب صغيره بتبدا ب 20 30 الف جنيه، بتقدر بشويه مثلا انستجرام كده، بتقوم جاي صحابهم شايرين وده مشاير وده مشاير. طب انت استثمارك النهارده حطيت 250 الف جنيه، اعمل حسابك في نص البادجت دي ماركتنج، تعمل فوتوشوت كويس، تعمل ويب سايت كويس، تحط عليه وسائل دفع كويسه، تشوف ميديا باير شاطر في حجم المبيعات اللي انت نفسك تحققها يشتغل معاك على قد البادجت بتاعتك. بس لازم تكون حاطط انفست في الماركتنج جامد. في ناس بتروح تصنع وتعمل منتج، تيجي عند الماركتنج هو مش عايز يصرف، هو خايف يصرف، استحاله تكسب بس من غير ما تصرف. اي حد بيبني براند لازم يبقى حاطط مثلا مش اقل من 40% من الكوست بتاعت المشروع كله يبقى حاططها للماركتنج.